هلو هلو، وحشتوني جدا. تعالوا اعمل معاكم الاختراع الحلو ده من بواقي الاكل اللي في التلاجة. معايا هنا زيتون، بسطرمة، جبنة مثلثات، لحمة مفرومة، ومعايا لفة جلاش. هاجي هنا معايا لفة الجلاش هحط طبقتين على بعض. هدهنها بنص معلقة زبادي، بنص كوباية زبادي سوري، على شوية سمنة. وهدهن كده الطبقات، هحشي الحشو اللي عندك بسطرمة، عندك لانشون، عندك رومي، عندك فراخ شاورما، اي حاجة عندك حطيها. هنا هحط هنا مع شوية ميكس جبن، مع شوية فلفل وشوية زيتون، وهطبقهم مربعات زي ما انتوا شايفين كده. هنا عندي لحمة مفرومة، وبرضو فلفل، زيتون، جبن، ما عندكيش جبن ما تحطيش، كله ماشي تمام. وهطبقها مربعات كده، وما بين كل تقفيلة وتقفيلة هحط الزبادي والسمن. دي بتخليها طعمها طرية جدا. وفي شوية زيت في الطاسة كده هحمرهم تحميرة لحد ما يبقى لونهم ذهبي، وخلاص خلص. دي تنفع عشوة حلوة خفيفة، تنفع غدوة جنب شوية بطاطس، جميلة جدا. اهو ده شكلها، ويا رب تعجبكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير. باي باي.